تعال بقى اقول لك على تفصيل ضربة جزاء الزمالك قبل ما اخش في تفاصيل الماتش كله، ومين اللي كان احسن ومين اللي كان اوحش، وازاي مدرب الزمالك باع الماتش للاهلي عشان يفوقه عشان الاهلي يكسب الدوري. وافتكر الكلمتين دول في اخر السيزون. تفصيلة ضربة الجزاء، ليه ضربة الجزاء اتعادت؟ مش عشان لعيبة الاهلي دخلت المنطقة، لا عادي، عشان اللاعب اللي هو محمد هاني اللي اتدخل في الكرة اللي ردت من الشناوي، هو كان داخل جوه ال 18 يعني. هاني ده لو ما كانش تدخل وشال الكرة ما كانتش هتتعاد، بس هو عشان هاني اللي دخل بدري هو اللي لعب الكرة عشان كده اتعادت. طب الكرة ضربة الجزاء دي ضربة جزاء، ضربة جزاء ليه؟ هو نازل اللي هي دينجرس بلاي كابس، بس الكابس ده لما يكون فيه تواجه او لاعبين اتجاههم عكس بعض، لكن الاتنين متنافسين على الكرة، خلاص الكرة ضربة جزاء. ده بيحط، ده بيزقها من قدامه، وده بيكمل في الكرة شال رجله، تمام ضربة جزاء. الإعادة للأمانة صح. هل اللاعب تاني ينفع حسام عبد المجيد هو اللي داخل مكان عبد الله السعيد؟ برضه عادي تنفع. طيب ضربة جزاء الاهلي اللي في الاولى، لا طبعا في صدر الراجل، الكرة ما لمستش ايده، ومن وهي بتتعاد بعد اول اعادة قلت 100% مش هيحسبها. ضربة جزاء الاهلي التانية نفس ضربة جزاء الاهلي الاولانية، وحتى لو مش ضربة جزاء فانتوا قلتوا على الحكم ده في الشوط الاول ان هو ده اللي بيمارس العدالة التحكيمية قدام الاهلي، وعشان كده الاهلي متلجم ومتكتف. تمام. فبالنسبه للغط التحكيم انا مش شايف الراجل ده عليه اي غلط، الماتش كان فير تماما، كان في عداله تحكيميه، وكسبنا الزمالك.